ابنك مش ابن العيلة، ابنك هو ابنك انتي، وتربيته مش مسموح لحد إن هو يحط إيده فيها. لو أول مرة تسمعوني، أنا دينا دويدار، وده بودكاست قعدة أمهات. أنا ناوية النهاردة أقول كلام هيزعل ناس كتير، بس هو لازم يتقال. من إمتى تربية الطفل بقت ملكية عامة؟ من إمتى بقى من حق أي حد مهما كان بيحبك إنه يدخل يعدل على كلامك ويكسر قوانينك ويلغي شخصيتك كأم قدام ابنك؟ إحنا بقينا بنتكسف نقول لأ، بنتكسف نحط حدود عشان محدش يقول علينا قلالات الذوق. وانا النهارده جايه اقولك ان قله الذوق الحقيقيه هي ان حد يتدخل في تربيتك. ابنك مش مشروع العيله كلها بتربي فيه، ابنك ده امانه في رقبتك انتي وبس. انتي اللي هتتسألي عليه، انتي اللي سهرانه، وانتي اللي بتربي، وانتي اللي هتشيلي نتيجه كل تصرف بيتزرع فيه النهارده بعد 20 سنه. فمش من حق حد مهما كان مين إنه ييجي يزرع زرعة بايظة في أرض انتي اللي بتتعبي فيها كل يوم. لما حد يتدخل ويقولك سيبيه، ما تكبريش الموضوع، انتي هتعقدي الواد، هو مش بينصحك، هو بيقولك بطريقة شيك انتي أم مش كفاية وأنا بفهم أكتر منك. هو بيكسر أهم حاجة ابنك محتاجها، إنه يشوف أم قوية ثابتة كلمتها واحدة. ولما كلمتك تتكسر مرة واحدة قدام ابنك، انتي بتحتاجي 100 مرة بعدها عشان ترجعيها. انتوا عارفين ده بيعمل ايه في ولادكوا على المدى البعيد؟ الموضوع مش لحظي وبيعدي، لا ده بيسمع لقدام، لان ابنك بيشوف كل واحد بيقول كلمة، وقانون البيت بيتغير على حسب مين قاعد معانا. لما ده بيحصل الأولاد بيتعلموا إيه؟ بيتعلموا إن مفيش حاجة ثابتة، وإن الصح والغلط بيبقى حسب المزاج. فبيطلع طفل قلقان مش عارف الصح فين وفاقد للأمان. بيتعلم إنه لما يعوز حاجة مش هياخدها من ماما، هياخدها بالزن والعياط من حد تاني. فبيتعلم اللف والدوران والاستغلال من وهو عنده 3 سنين. والأخطر من كده إنه بيتعلم إن احترامك مش مهم. ما هو شاف الكبار نفسهم مش بيحترموا كلامك، هو هيحترمه ليه؟ فبعد كده لما يجي يعند معاكي ويعلي صوته عليكي ما تستغربيش، هو شاف إن ده عادي، وإن كلمتك بتتكسر عادي قدام الناس. خلينا نبقى واضحين، وقت التعب، وقت قلة النوم، وقت التعب النفسي، وقت ما ابنك يبقى عنيد وما بيسمعش الكلام بسبب الدلع اللي هو اتعود عليه، وقت المدرسة لما تشتكي إن هو مش بيحترم القواعد، مين اللي بيشيل كل ده؟ مش اللي اتدخل. اللي اتدخل هينام مرتاح وهيقول أصلها ما عرفتش تربي، بس اللي بيشيل الشيلة هو انتي لوحدك. انتي اللي بتعيطي في الحمام، وانتي اللي بتحسي انك أم فاشلة، وانتي اللي بتلفي على دكاترة وبتقري كتب عشان تصلحي اللي اتهد. طالما محدش بيشيل شيلتنا، يبقى محدش ليه حق انه يلخبط شيلتنا. الجملة دي اكتبيها وحطيها حلقة في ودنك. انك تحطي حدود لتربية ابنك ده مش معناه انك قليلة الذوق، ده معناه انك ام قوية عارفة كويس هي بتعمل ايه وبتحمي بيتها. الحدود ما بتحتاجش خناق، الحدود بتحتاج ثبات. مش هتروحي تتخانقي، انتي هتقرري وهتبلغي قرارك بكل هدوء واحترام، واللي يحترمك بجد هيحترم قرارك. طيب ازاي نعمل كده؟ ازاي نقدر نبني حدود؟ اولا احنا لازم نقفل الباب من الاول. قبل اي تجمع، قبل اي زيارة، قولي القانون بتاعك مرة واحدة بكل هدوء للكل. يا جماعة احنا في بيتنا مانعين كذا وكذا، يا ريت تساعدونا نثبت ده حتى واحنا عندكم عشان الولاد ما تتلخبطش. قوليها مرة وخلاص، انتي مش محتاجة تبرري كل شوية. تاني حاجة، ما تشرحيش كتير وما تعتذريش. كلمة لأ لوحدها جملة كاملة، احنا مش بنعمل كده، دي جملة كاملة مش محتاجة محاضرة بعدها عن ليه وازاي. كل ما بتبرري اكتر كل ما بتدي فرصة ان الناس تناقشك وتقنعك ان انت غلط. تالت حاجة، ان اللي يتكسر قدام ابنك بيتصلح ورا ابنك. لو حد كسر قانون قدام ابنك ما تعمليش خناقة قدامه، ولما تبقي لوحدك هتقولي للي كسر القانون بتاعك بمنتهى الحزم أنا بحبك وبحترمك، بس اللي حصل النهاردة ده ما ينفعش يتكرر. تربية ولادي خط أحمر، ولو سمحت لما يبقى عندك رأي قولهولي بيني وبينك مش قدام الأولاد. اللي يزعل من الجملة دي يبقى كان مستفيد من إنك ساكتة. انتوا مش محتاجين إذن من حد علشان تربوا ولادكم، ولا محتاجين تصويت من العيلة عشان تقرروا ايه الصح وايه الغلط لأولادكم. اللي بيحب ابنك بجد هيحب يشوفه متربي ومحترم وعارف حدوده، مش هيحب يشوفه مدلل وبيعلي صوته على أمه علشان حد تاني قاله سيبك منها. خليكي الأم اللي ابنها هيشكرها بعد 20 سنة، مش الأم اللي كل الناس كانت بتحبها عشان هي بتقول حاضر على حساب عيالها. قوتك كأم
في كلمتك الثابتة مش في رضا الناس عنك. خليكي دايما فاكرة إن محدش بيشيل شيلتك. تربية عيالك مش موضوع للنقاش، دي مسؤوليتك ودي حدودك، واحترامها فرض مش اختيار. قولولي ايه الجملة اللي نفسكوا تقولوها لكل حد بيتدخل في تربية عيالكم ومش قادرين. يا رب تكون الحلقة عجبتكم، واشوفكم في حلقة جديدة من بودكاست قعدة أمهات.